أنا رفيق زاوروس، الاسم الثلاثي خضر أحمد عزيز، من مواليد 1998 من منطقة الشدادي. طبعا احنا 5 شباب و4 بنات. درست للصف التاسع، تمام. تركت المدرسة بسبب الأوضاع اللي صارت بسوريا. طبعا أنا نشأت بأسرة، يعني ذكرت 4 بنات و5 شباب، تمام. لحد الصف التاسع، بعدها تركت المدرسة ورحنا اشتغلنا بالشام فترة. الوضع المادي وسط. أثناء ما اشتغلنا، يعني أثناء ما كنت أشتغل بالشام، كان عملي أعمال حرة، يعني مرة بمكبس، مرة بشركة، يعني بشركة الخياط أو غيره وغيره. يعني أثناء ما كنت أشتغل كنت أساعد والدي بالمصروف، يعني بالبيت، لأن كان بي أخواني الأكبر مني، يعني بصراحة كانوا متفوقين شوي بالدراسة، وأبوي يعني ما راد يكسب خطاهم مثلا أو يبطلهم مثلا من المدرسة مشان مثلا المادة أو غيره وغيره. كنت أساعد أبوي بشان هالموضوع هذا. درست للصف التاسع، يعني من الصف الأول للصف التاسع صحيح، يعني عرفت أقرأ وعرفت، وأم عربية واحدة، تمام. ولكن ما في يعني كله لصالح الدولة، يعني ما بشي، كله بعث ببعث، يعني ما بشي لصالح الشعب، يعني شعب ميت خالص، يعني ما لنا لا كلام لا شيء. لا كنا نخاف يعني نجيب طاري مثلا بشار الأسد أو غيره وغيره. أسلوب سيء، يعني فساد بفساد. أم عربية واحدة، مدري إيش وكله ما بشي تطبيق يعني. طبعا تعرفت على الرفاق أو سمعت، يعني ما تعرفت على شخصيات قبل، ما كنا نسمع بصراحة. تاريخ 2014 تاقمنا نسمع، تمام. وكراد، يعني كانوا يحجون كراد ومدري إيش، وبس يجون راح يذبحون اللي له علاقة والما له علاقة، ومن هالأمور هاي. طبعا كنت أسمع إنه مثلا الغاد كان مسجون وكذا، وهم مثلا على فكرة الغاد كانوا يمشون ووطني، يعني لدرجة هاي كنا نسمع عنهم. طبعا الذمام بعام 2016 أثناء ما تم تحرير الشدادي، الشهر الثالث، صار في تطويع، تمام. أنا بصراحة يعني أول ما تطوعت إمام، مو مشان لا مال ولا كذا ولا، هي صار جد، يعني صرت إنسان جدي. مثلا التزمت بهالحركة، تمام. سويت مثلا عدة دورات، تغيرت حياتي. مثلا أول كنت فوضوي وكذا، يعني لا مسؤولية لا كذا، يعني بعام 2016 الشهر الثالث أنا تطوعت، تمام. أثناء ما تطوعت سويت دورة شاربان، تمام، بالحسكة. بعدها انفرزنا على الطابور، احنا 40 رفيق. داومت على خط الجبهة، تمام. كان عددنا 40 منطقة مالحة الذرو بالمالحة، خط جبهة كان. كنا هناك نداوم. انقسمنا القسمين. حياتنا اليومية، يعني أول بأول قمنا نتعرف مثلا على بعض. بصراحة الحياة العسكرية غير المدنية. التزام، حرس، تعب، شغل، يعني هاي. أول دورة خضعت لها، تمام. كسياسة، يعني فكر الغاد. أما بعد ما سوينا الدورة بصراحة، يعني صار في تلاحم بيناتنا، صار بيناتنا تلاحم إحنا والأخوان وكذا، الأخوة الكرد ولا غيره، تمام. عندنا المرأة، يعني أول بأول قمنا نستوعب، تمام. بعدها سويت دورة عزيز عرب بعين عيسى، دورة سياسية. الدورة كانت لمدة 3 شهور. طبعا الدورة كانت مختلطة، رفاق ورفيقات، تمام. يعني طبعا بس بالقاعة وأثناء الدروس والتدريب. بالدورة تعرفنا مثلا عن المرأة، إيش مثلا دور المرأة بالمجتمع، تمام. فكر الغاد الويل بدو مثلا
بصراحة فكر أول شغلة إحنا ما هسه تقولي لي أنت مثلا إيش استوعبت من فكر القائد؟ فكر القائد فكر أممي يعني، مو حي الله رفيق مثلا عنده درجة الاستيعاب أو كذا، ولكن صارت عندنا نظرة وأول بأول جالس نتعمق يعني. لليوم هذا مثلا جالس نقرأ كتب وغيره وغيره. تمام. سويت دورة لورنس هاي قبل الإصابة طبعا تقريبا بشي 7 شهور بالحسكة. تمام. زاد تقريبا شي 4 شهور سويت الدورة هاي. دورة زاد فكرية أكثر شي، كانوا يدققون. تمام. بعدها استلمت الأكاديمية، أكاديمية الشهيد بروسك، ظليت مدة مثلا زاد تقريبا سنة. بعدها انفرزت على فوج، استلمت فوج. حملات، أول حملة كانت لي حملة منبج. تمام. طبعا حملة منبج رحت عليها مرتين، كل مرة 15 يوم. أول مرة كانت أول إصابة لي كانت بحملة منبج، الروحة الثانية. طبعا بصراحة شلون صارت الإصابة فجأة يعني. طبعا ضربوني بصاروخ موجه، كنت بالموزية طابق ثالث بشارع الجزيرة بمنبج نواة المشفى. هناك صارت الإصابة. رفيقاتي بجة هن اللي سعفني ذاك اليوم. طبعا حملة منبج واجهنا بها عدة صعوبات. تمام. السير مثلا بدنا نروح نجيب لوجستيك من النقاط الخلفية، كانت علينا صعوبات من قبل القناص. بصراحة يعني صارت قدامنا كثير أمور، مثلا ينقتل مدني قدامنا ما نقدر نساعده، أو ينطعن طبعا من طرف داعش. تمام. كان مثلا ينضرب، مرة يعني انضربت مرة قدامنا بصراحة يعني شيء يعني محزن بصراحة، ما قدرنا نساعدها وكذا، كانت بعيدة من طرفهم هم. تمام. رفاقنا يعني ياما يعني مرات شلنا يعني رفاق قدامنا شهداء، او هذا رفيق رايحة ايده ورايحة رجله. تمام. ومن ضمنهم يعني اولاد غريتي وقرايبي زاد. صارت مراحل مثلا اصابات ما اصابات بحملة منبج. تمام. لحد ما تصاوب ثاني. تمام. بعدها نقلوني على كوباني، تصاوبي طبعا بصاروخ موجه اثناء حراستي. تمام. جسمي وهاي رجلي كانت اللي راحت، ما كانت رايحه طبعا، اما كان بيها صفايح من هون، كان بي صفايح. تمام. طبعا اثناء ما تصاوبت بحملة منبج كانت موزعه الضربه. تمام. يعني ايدي اصابعي هاي. تمام. وايدي من هون ورجليني، ورجلي من قبل ما تروح هاي كان بيها صفايح وما صفايح. تمام. هاي بحملة منبج. تمام. بعدها نقلوني على كوباني. بعدها 6 شهور رجعت على عملي. تمام. شاركت بحملة الرقة، طبعا كنت أنا واقف على طابور ذاك اليوم، كنت أنا واقف على طابور بحملة الرقة. تمام. طبعا بعد ما نقلوني على بعد ما تصاوبت وانتقلت على مشفى كوباني. تمام. خضعت للعلاج تقريبا شي مدة
أيام. كانت إصابتي يعني تقريبا أقدر أقول خفيفة يعني، لأن شفت مناظر بصراحة رفاقنا، تمام، شيء صعب يعني على الإنسان الواحد يستوعبه، تمام. إيه، أنا إصابتي كانت خفيفة يعني. بعدها تعالجت، نقلوا لي مثلا، حولوني منقاد على مشفى الحسكة، إيه، وكملت باقي العلاج بمشفى الحسكة. بعد ما خلصت علاج، تمام، شاركت بحملة الرقة، تمام، ظليت شي 20 يوم، بعدين بدلت، بعدين زاد رجعت على نفس الحملة، يعني شاركنا حملة الرقة لحد ما صار التحرير. طبعا حملة الرقة بصراحة أنا منطقتي كقرية الحريري بصراحة يعني راحوا شهداء ما ينحصوا على اليد يعني، تمام. ما أقدر أقول لك أقاربي اللي يخصوني تقريبا شي فوق 20-30 واحد، كلهم يعني حول البيت صراحة، يعني ما عاد أقدر حتى أنزل على البيت. طبعا ما حدا يسألني مثلا ابن عمك الفلاني شلون استشهد، شلون مثلا. بأولاد عمي 2 بنفس الليل استشهدوا، اخوانهم يصيروا اخوان، ومعاهم عمهم مولزة بصراحة، بالرقة بشارع الصناعة استشهدوا. هي صار نفسيتي مرة مثلا أقاوم، مرة تنهار نفسيتي، أعصابي، شلون صار جذاني. طبعا لحد ما خلص التحرير، تحررت الرقة، تمام. بعدها صارت خطوط جبهة، كل واحد رجع على نقاطه اللي كنا موجودين قاد. أنا رجعت على مناطق أبو خشب، ما أبو خشب ظليت قادي فترة. بعدها عادينا أثناء ما تقدمنا باتجاه دير الزور، أنا زاد كنت أول، كان عندي تقريبا ذاك اليوم كان عددنا تقريبا شي 70 واحد، أنا كنت أقف عليهم، أنا مسؤول عنهم، كنت أنا أمشي معاهم الرفاق. ظليت تقريبا لحد ما وصلنا منطقة هجين وهجين والمناطق هذيك، تمام. كان المجلس، أول ما صار مجلس أنا انتقلت، صرت يبكة، تمام. طبعا أنا وطابوري بعلم الرفاق يعني، تمام. انتقلت على قوة اليبكة ساحة الشدادي، تمام. باشرت العمل، زاد على قيادة فوج، تمام. كنت مساعد فوج. بعدها بعد ما وصلنا المخيم أنا وقفت على فوج، تمام، لحد تقريبا عام 2021 انطلب الزاد أنا والقوة اللي عندي إنه في اتجاه الشمال ضد الاحتلال التركي، تمام. أثناء ما صار الغزو أو الاحتلال على مناطقنا، تمام، شاركت بحملة عين عيسى بعدها ارتوازية، تمام. فطبعا والله وقت شاركنا بحملة ضد تركيا، والله يعني احنا منطين آلاف الشهداء وانت اليوم جاي تدور لي أراضي ولا. بصراحة كان عندنا إصرار يعني بديش الحملة. أنا شفت الرفاق وكل شو طيران وقصف وكذا، وما كانت عندنا ردة فعل مثلا إنه نتقدم أو ناخذ النقطة الفلانية، تمام. مشان رفيق، مشان رفيق، والله يعني الشغلة هاي صارت قدامي طبعا، تمام. يعني وبي رفاق ولا أذكر أسامي وكذا كانوا موجودين زاد. مشان رفيق تقريبا انجرحوا تقريبا شي 7 رفاق، صارت إصابات بس مشان هالرفيقات يطالعونه. بعدها شاركت بحملة ارتوازية، كان التقدم مثلا للأتراك، تمام. كانوا متقدمين مثلا على الطريق الخرافي. دخلنا بالليل على مطورات، وأخذنا وثبتنا خط، صار عندنا خط دفاع، تمام. ظليت تقريبا قادي تقريبا شي 25 يوم، شهر تقريبا تقدر تقولي، تمام. رجعنا احنا، كانت ساحة شارك، خلص دور ساحتنا، رجعنا على مكاننا هون. طبعا أثناء ما استلمت الفوج ظليت تقريبا شي 28 يوم، تاريخ
24/3/2022 تاريخ إصابتي. المساء قبل الفطور، كانت أيام الصيام يعني. طبعا أنا انزرع لي لغم قدام الفوج اللي كنت أخدم به يعني. أنا والسائق ومعي رفاق 2 مرافقة هذول، تمام. طبعا كنت جاي من الشدادي باتجاه الفوج، تمام، مرقدة. قبل ما أصل للفوج صارت الحادثة. أثناء ما صارت الحادثة يعني أول ما الرفاق اللي معي ما لهم صوت خالص يعني. قمت أصيح كذا أنادي الشوفير بسدي بترى، قمت أحرك به. دخلت بدوامة إنه استشهدوا بصراحة، والحمد لله إنه ما صابهم شيء، الحمد لله. الرفيق اللي وراي تصاوب بيده، تمام. والله يعني أنا بصراحة ما يصير مثل أحمد حالي أو كذا، ولكن رجلي أنا ما ربطتها. رجلي كنت فاقد الأمل منها، كانت بي قطعة بسيطة ماسكة بالرجل، تمام، من هون. والجو كان عجاج، تمام. أنا أول واحد نزل من السيارة، كانت إصابتي برجلي يعني ما أقدر أمشي. ولكن سمعت صوت مطورات، تمام. وهالمطورات هاي لو ما ضربنا عليها مثل إطلاق نار كان إجوا وكملوا علينا يعني اللي زرعوا اللغم، تمام. لو ما صار إطلاق نار كان إجوا علينا كملوا علينا يعني. ولكن الحمد لله عدت. أثناء ما نزلت من السيارة قمت أصيح كذا انزلوا. نزلوا الرفاق، قلت للرفاق اللي ما بيهم شيء شيلوا سلاح، وقفوا على جنب، اخذوا الاحتياطات، دوروا لي قبضة، هاتف، لأنه ما عندنا نعرف وين أغراضنا بصراحة. المهم ارتفعت تكميلة تقريبا بعد ربع ساعة. قدرنا مثلا نرفع تكميلة، احنا صرنا بالنص بين الفوج وبين اللواء. ولكن ما بي الفوج ممنوع يطلعون عساكر ومع عساكر، ممنوع يطلعون الا بتكميله. تكميله مني يعني، وانا بالسياره يعني صارت اصابتي، وما عندنا لا قبضه ولا هاتف. تقريبا ربع ساعه قدرنا نرفع تكميله، تمام. بهالربع ساعه انا رجلي قمت اشيل اضبط بيها والله اللحم العظم كذا، عدلتها مع القاع ودميتها بتراب. طبعا بعد ما ربطتها بالبدريسه ربطتها ودميتها بتراب، تمام. دميتها بتراب ليش؟ مشان اخفف من النزيف يعني خالص. قلت هناك بدي خلاص هاي نقطة الصفر، ما راح اطلع منها. ولكن كانت معنوياتي عالية الحمد لله، يعني قاومت هالشيء هذا. وربطت ايد رفيقي المصاب كان معاي، انا ناديته والله، ناديته وقلت له تعال ايدك، ربطتها زاد. ظلينا نستنى الا اجت المؤازرة. طبعا انا هي لحد الان يعني اعرف اللي يصير حوالي وكذا. بابي اجوا فورا شالونا بالسيارة، جابوا لي لحد ما وصلت المشفى. انا ما ابي يعني احكي معاهم يحكون معاي وكذا. هي اثناء ما وصلت المشفى هين يعني كان وضعي صعب حيل، دم ما بي خالص يعني، تمام. سووا ضمادات، تمام، وعلى الحسكة يعني على مشفى ساري. هناك تلقيت العلاج، سووا العملية. أثناء ما قعدت، أول ما قعدت من العملية بعد التخدير دعجت والله رجلي كاملة يعني. الرفاق مسوينها عملية، حاطين بها أجهزة، تمام. ولكن بعد 48 ساعة تبين، يا مثلا ترجع يا تنقطع يعني. خلاص هذا قدري، خلاص أنا راضي بهالشي هذا يعني. وسووا العملية، تمام. قطعت رجلي طبعا. جابوا لي الهاتف، تمام. بعد تقريبا 12 ساعة قالوا لي مثلا خبر أهلك. بعد ما سويت العملية وراحت رجلي جابوا لي الهاتف، قالوا لي مثلا تخبر أهلك، تحكي مع أهلك، تمام. بصراحة ما أعرف إيش بدي أقولهم يعني. ما يعرفون إنه مثلا رجلي بدها قطع، كانوا يعرفون إنه أنا تصاوبت، تمام. أما لساني بالعملية ما يعرفون عني شيء أو كذا.
إيه حكيت معاهم، حكيت مع أخوي، رديت حكيت مع عيلتي، رديت حكيت مع أمي زاد. خبرت أخوي يعني قلت له رجلي كذا تمام. يا ثاني كان فاتح الانترفون وأمي سمعت بصراحة صار صوت صار ضجة كذا، سكرت الخط تمام. كانت الساعة 8 بالليل. بعدها تقريبا شغلة نهارين تمام، نزلوني من العناية المشددة على الطابق الأرضي. يعني قامت تصح لي زيارات وما زيارات، يحق لي مثلا مشان زيارات وما زيارات. أول زيارة ما سمحوا غير لأمي، فاتت أمي طبعا. يعني بصراحة كان يعني أنا لا أنطيها المعنويات بصراحة، أقولها طولي بالك كذا. هاي شوفي الرفيقات صار له 8 شهور مو متحرك من مكانه معاه شلل. يعني الحمد لله مثلا راحت قدم لسه عندي جين ادي رجلي هاي يعني اقدر احرك حالي. بعدها علاجي كان طريقة بس طبعا مثلا مراجعات اجي اخذ دواء ارجع مثلا. صرت اتابع البيت الجرحى. الرفاق يعني ما قصروا من ناحية طرف اصطناعي مع طرف اصطناعي تمام. رحت على القامشلي سويت طرف اصطناعي عن طريق الرفاق تمام. يعني ما بأي تقصير ولا 1% تمام. سويت طرف اصطناعي، مشيت فترة زاد تمام، وسويت عملية يعني جديد. هسه رامي الطرف مسوي عملية من فترة تمام. إيه بعدها بدي أرجع على طرفي. طبعا من ناحية علاج الكامل تمام من تصاوبة الرفاق ما قصروا بشيء تمام. على الهاتف يعني أحكي معاهم مثلا بدي أروح على الدكتور عظمية أو فيزياء أو كذا تمام. السيارة تجي لعندي للبيت تمام، تأخذني من البيت يودوا لي للدكتور تمام. علاج ايش ما يكتب لي الدكتور اخذ العلاج. علاج يعني من ناحية علاج ما في تقصير ولا 1% تمام. ومن ناحية طرف اصطناعي كذلك الأمر زاد، مثلا شان طرف أو يعطل طرف أو كذا هم ياخذونا، مثلا ما نروح لحالنا هم يجون ياخذونا. من ناحية الغاء أبو، طبعا القائد أممي بصراحة. يعني بالبداية مثلا لحد ما وصلت الرسالة اليوم مثلا كتب الغاد مثلا جات تنعطى بالجامعات يعني بالسويد وغير السويد. يعني جات تنعطى كتب الغاد بجامعات. يعني ايش ما بدنا نحكي، يعني احنا مقصرين من حق القائد بصراحة. يعني اليوم ضحى بحياته الجسدية تمام، ولكن ترك وراء مثلا فكر حر. يعني الفكر هذا ما حدا يقدر يقبيه او يمحيه. يعني اليوم دول كبار مثلا قاعد تجي وتزور مناطقنا تمام على فكر الغاد، منظمات قاعد تجينا من برا تمام، بس في سبيل مثلا ايش المعامله، ايش كاداره ذاتيه ايش قاعد يصير تمام. اما من ناحيه رفاقنا هسه بالنسبه لي انا ماني مصاب، انا بصراحه يعني تمام. وجاهزين، احنا جاهزين يعني حتى اذا يتطلب منا نحمل سلاح ما عندنا اي مشكله وبدون تردد يعني بصراحه. طبعا احنا يعني مو بس عبالنا تصاوبنا مثلا بدنا نقعد بالبيت او غيره، لا احنا جاهزين اي شيء يتطلب منا من قبل الرفاق احنا جاهزين. يعني اليوم بي منا مثلا فرز على المشافي، بي منا اعلام، بي منا مثلا يعطون دروس سياسيه، يعني حسب كل رفيق وقدرته. يعني